لو محتار تشتري كرياتين والّا بروتين، تعالَ أقول لك تحسبها إزاي. البروتين مهم طبعًا عشان جسمنا بيحتاجه عشان العضلات والrecovery وكل الكلام اللي إحنا عارفينه عن أهمية البروتين، بس أغلبنا بيقدر يكمّل احتياجه من البروتين من الأكل زي البيض واللحمة والفراخ والسمك وهكذا، حتى البروتين النباتي زي البقوليات، ترمس، فول، عدس، فاصوليا، كل الكلام ده. ولكن في الكرياتين اللعبة هنا مختلفة شوية، ولإن كمية الكرياتين الموجودة في الأكل الطبيعي اللي أنت بتاكله مش هي اللي هتساعدك إنك تبني جسم قوي، عشان كده ده بيبقى موجود في supplement أو مكملات غذائية بيوفّر عليك الموضوع ده، بدل ما تاكل مثلًا كيلوهات لحمة كتيرة جدًا، كل ده موجود في scoop واحد. وعشان كده أنا شايف إن الكرياتين استثمار كويس جدًا لصحتك، لإن زي ما قُلنا البروتين تقدر إنك تجيبه من الأكل بتاعك، إنما الكرياتين مش هتعرف توصل لاحتياج جسمك من الأكل فقط، ولإن من فوايد الكرياتين المهمة جدًا والأساسية هو إنه بيزوّد الATP في الجسم، ساعتها الكرياتين بيتحول في الجسم لحاجة اسمها فوسفوكرياتين وده اللي بيعمل إعادة إنتاج للATP أسرع، وده طبعًا المصدر الأساسي للحركة والسرعة والقوة البدنية، وطبعًا من أفضل فوايده هو إنه بيزوّد الكتلة العضلية، بيزوّد تخزين المَيّة جوّه الخلايا العضلية في عملية اسمها intracellular water وده بيخلّي العضلة فيها بامب وشكلها أكبر وحلو، وكمان بيساعد بطريقة كده في البروتين ساينسز أو تحليل البروتين، بالتالي هتاخد منه نمو عضلي أفضل، وكمان بيقلل الmuscle damage اللي هو إتلاف الألياف العضلية اللي بييجي نتيجة التمرين، مفيد جدًا كمان للمخ ووظايف المخ والتفكير والتركيز. فالخلاصة بقى من كل الكلام ده كله إن الكرياتين هو اللي يكسب في المقارنة دي، نجيب بروتين والّا كرياتين؟ يبقى عرفنا إن إحنا هنجيب كرياتين، ليه؟ لإن إحنا ما بنقدرش نكمل احتياجنا منه من الأكل الطبيعي بس، فإحنا بنحتاج إن إحنا نجيب مكمل غذائي من برّه. الجرعة بقى المناسبة منه هو من 3 ل5 جرام، وطبعًا ما ننساش شرب المَيّة الكفاية. أنا محمد حلمي باقدم معلومات في التغذية، ودي كانت ساعة تغذية.